رمضان أهلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة طيبين ورمضان كريم، ويا رب دايما أشوفكم بأحسن حال. قصتنا النهاردة قصة مميزة جدا جدا، اوعى تفوتك، خليك معايا. لأن رمضان يجمعنا. قبل ما نبدأ القصة بتاعتنا نحب نصلي على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد خير خلق الله. اللهم ارزقنا رزقا يتعجب منه البشر. اللهم بارك لنا في رمضان ورزقنا الخير كله. بسم الله الرحمن الرحيم. قصتنا النهاردة مع واحد كان كسول. الراجل ده ما كانش عاوز يشتغل، لكن عاوز يشتغل ولا عاوز يعمل اي حاجه، وعاوز الفلوس تيجي لغايه عنده. ومراته كل يوم كانت بتقول له احنا مش لاقيين ناكل، مش لاقيين نوكل اولادنا، مش عارفين نعمل ايه. هي كانت برضه زنانه حبتين، بس هو كان كسول جدا. وفي يوم من الايام كل السكك اتقفلت في وشه، فمراته قالت له مفيش حل غير ان انت تشتغل ساحر. تشتغل ساحر؟ انا ما اعرفش اشتغل ساحر. قالت له ولا تعرف ولا ما تعرفش، انت اقعد في السوق واعمل شويتين بتوع الساحر دول وانكش شعرك كده، واحنا هنقول ان انت راجل ساحر وبتعرف كل حاجه. قال لها بس انا ما بعرفش اكتب ولا اقرا. قالت له ولا تكتب ولا تقرا، اعمل خطوط، انكش انكش انكش، وهو ده كلام الساحر. فعلا ما كدبش خبر، سمع كلام مراته وراح على السوق وقعد ونصب خيمه ونكش شعره وبهدل لبسه، وقال انا اعرف كل حاجه، واعرف اللي ما حصلش، واعرف اللي حصل. ابتدى شويه، النهارده جاله واحد ابتدى يمين شمال يقول حاجات تصدف معاه. الواحد بقى 2 بقى 3، ابتدى يجيله ناس. بنحب اللي يخدعنا يعني. بقى عنده ناس كتير، وصيته ذاع ان ده ساحر وبيعرف كل حاجه. وفي يوم من الايام جات له واحده قالت له انا واقعه في مصيبه، حاول تنقذني. قالت له انا شغاله خدامه عند الملك بتاع المدينه. قال لها وبعدين؟ قالت له انا عجبني الخاتم بتاع الملك فسرقته، ودلوقتي القصر قايم مش قاعد، ولازم يعرفوا مين اللي سرق الخاتم. انا عايزك تشوف بس، تفتح لي الكتاب تعرف يا ترى هيكشفوني ولا مش هيكشفوني. فتح الكتاب وقعد يقول شهبر بهدر شهدر بهدر. قال لها مصيبه، الملك هيعرف ان انت اللي سرقت الخاتم. الست انهارت وقعدت تبكي. قال لها انا عندي حل، انا اقدر اخرجك من موضوع سرقه الخاتم. قالت له ايه؟ قال لها اول ما ترجعي دلوقتي ارمي الخاتم في البركه بتاعه القصر ومالكيش دعوه، انا هتصرف. فعلا ما كدبتش خبر. اول ما رجعت من عند الساحر وهي داخله مسكت الخاتم اللي كانت شايلاه ورميته في البركه اللي جوه القصر. ورجع البيت حكى لمراته. مراته كان اسمها جراده، بقول لكم زنانه. حكى لجراده. بدور جراده بقى عملت ايه؟ راحت جراده حاولت توصل الموضوع للقصر، ان في ساحر يقدر يعرف لكم الخاتم بتاع الملك فين. وجراده قالت لواحده وواحده قالت لواحده لغايه ما الموضوع وصل للملك. في ساحر مشهور هنا في المدينه يقدر يعرف الحاجات اللي مسروقه منك او الحاجات اللي ضايعه منك فين. فعلا الملك استدعى الساحر، قال له تعالى انا ضاع مني خاتم بتاعي وعايز اعرف الخاتم مين اللي اخده او الخاتم فين. قعد يغمض عينيه ويقول شهدر بهدر شهدر بهدر، وقال للملك الخاتم في البركه اللي في ساحه القصر. فعلا راحوا بسرعه قلبوا في البركه لقوا الخاتم. ازاي؟ انت ساحر عملاق، الملك ادى الساحر فلوس كتير واداله ذهب، والموضوع مش في قيمه الخاتم، الموضوع ان ده ازاي سرق من الملك. وقال له انا هعينك الساحر بتاع القصر. رجع طبعا لجراده مبسوط وفرحان، وقال لها انا عملت كده وكسبت كتير النهارده. ما يمر الشهر ويتسرق الصندوق اللي فيه التاج بتاع الملك. اوف، واضح ان الملك ده كان ملطشه، يعني كان رايح يسرق ولا جاي يسرق. بسرعه استدعى الساحر. تعالى يا عم قول لنا تاج الملك راح فين. طب انا الخاتم كنت عارف هو فين، الصندوق اعرف منين؟ فقال الملك سيبني 40 يوم وانا هقول لك الصندوق بتاعك فين. ورجع البيت يندب حاله ويندب لجراده. انت وديتيني في داهيه، دلوقتي انا هروح في داهيه، انا هموت. اقول للملك ازاي الصندوق مش ازاي؟ الصندوق ده كان سرقه عصابه من 40 حرامي. ولما الصيت ذاع ان الساحر المشهور راح للملك وهيعرف مين اللي سرق الصندوق،
ابتدوا ان هم ايه ينزلوا المدينه يحاولوا يتصنتوا عليه يعرفوا هو بيفكر في ايه. بالليل بعتوا واحد من ال40 راح يتصنت على الساحر يشوف بيعمل ايه. والساحر قاعد بيندب حظه وقال لجرادة ايه؟ اهو راح واحد من ال40. راح واحد من ال40 بيعرفني، خد ديله في اسنانه وجري. راح لكبير اللصوص وقال له ده عرف اول ما بصيت وانا ماشي. قال اهو راح واحد من ال40. قال له انت مجنون ازاي يعني؟ راح باعت واحد تاني يوم. هو كان يقصد ان راح واحد من ال40 يعني راح يوم من ال40 يوم اللي الملك مديهم له. تاني يوم راح واحد تاني ابتدى يتسلط على الساحر. سمع الساحر بيقول ايه؟ اهو راح واحد وجيت تاني على اليوم التاني الجديد. خد له في اسنانه وجري بسرعه على كبير اللصوص وقال له الامر 1 2 3 ولازم نرجع الصندوق لان احنا كده رقبتنا ممكن تطير في الصندوق ده. الساحر هيعرفنا وهيقول للملك. فعلا نزل كبير اللصوص بالصندوق وقال للساحر الامر 1 2 3 وعلشان خاطري وعلشان خاطر ربنا ما تقولش علينا. وقاد الصندوق وقاد التاج. راح الساحر دفن الصندوق تحت شجره كبيره في المدينه. وتاني يوم راح للملك قال له انا مش محتاج 40 يوم، انا سحر كبير والخادم بتاعي كبير. قال لي الصندوق فين؟ الصندوق في المكان الفلاني. فعلا راحوا بحثوا لقى الصندوق. الساحر صيته ذاع لدرجه ان الملك كان بيقعده جنبه. وفي يوم من الايام جه ملك لمدينه تانيه كان بيزور الملك وقال له ده مين؟ قال له ده اكبر ساحر في المدينه. الساحر ده يعرف كل حاجه. طب بص انا هوريك. وراح حاطط ايده وراح عامل كده. قال له ايه اللي في ايدي؟ طب هي الحكايه ظبطت في الصندوق وظبطت في الخاتم، هيعرف ايه اللي في ايده ازاي يعني؟ الساحر اتلبش وقال له والله يا مولاي اللي ما يعرفش يقول عدس. قال له شوف سبحان الله انا فعلا ايدي جواها عدس. راح الملك اللي جاي يضيف على الملك بتاع المدينه قال له طب انا ايه اللي في ايدي؟ طيب راح فيها الساحر. الساحر بص له كده وقال له اصطادوني يا جراده، اصطادوني يا جراده. لمراته، مرات اسمها جراده. قال له فعلا انا ايدي فيها جراده، انت عظيم، انت مش عارف ايه. احنا دايما بنحب اللي بيضحك علينا. الغش والنصب بتاع الدجل احنا الناس بتحبه. المهم خد الساحر كل اللي هو يطلبه من الملك. رجع بسرعه على جراده قال لها انا كنت هموت النهارده، انا مش هينفع ان انا اكون ساحر تاني، انا عديت مره واثنين وثلاثه واربعه، بعد كده الملك هيطير رقبتي. قالت له انا عايز اقول لك حاجه، انا اقدر اخرجك من الموضوع دوت، اعمل نفسك مجنون وبكده خلاص تبقى فقدت عقلك والملك ما يستدعيكش باي حاجه. هو برضه سبحان الله عفريت هي جراده دي. فعلا راح قلع هدومه ودخل منكوش ودخل القصر على الملك وقعد يكسر في الحاجات ويرمي وجراده تجري وراه. الملك قال ماله؟ قالت له خلاص ده اتجنن فقد عقله. هو يجري والملك يجري وراه. مكان ما معدي الملك النجفه وقعت بالظبط. الملك قال سبحان الله حتى وهو مجنون بينقذ حياتي. وامر الملك بعلاج الساحر وصرف 10,000 دينار كل شهر للساحر. يمكن دايما احنا بنحب ان الخير ينتصر على الشر، بس المرة دي الخير مش هينتصر. طول حياتنا لغاية يوم القيامة هتلاقي فينا اللي مخدوع، وهتلاقي فينا دايما اللي بيؤمن بالدجل والشعوذة والحاجات اللي زي كده. توصل ان بيبقى في ناس متعلمين وناس دكاترة ومهندسين وناس وصلوا لدرجة عالية جدا من العلم، وبتيجي عند السحر والشعوذة وتؤمن بيه. اي نعم السحر مذكور في القرآن، لكن كذب المنجمون ولو صدقوا ولو صدقوا. يمكن قصتنا خلصت لكن قصصنا لسه ما خلصتش. اتمنى اللي وصل معانا لنهايه الفيديو يدينا لايك وكومنت، ولو مش مشترك في القناه يشترك ويفعل زر الجرس. اخواتي وحبايبي كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم. اللهم بارك لنا في رمضان، اللهم ارزقنا رزقا يتعجب منه البشر. كان معاكم اخوكم بني محمود، تحياتي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.